كان عندي شوية خرز باقيين من شغل قديم ما كنتش عارفة أعمل بيهم إيه. فجأة جات لي فكرة ليه ما أعملش بيهم حزام. وفعلا بدأت أجرب وأشتغل على الحزام لحد ما طلع بشكله جميل جدا. ولما شافته صاحبة الحزام انبهرت بيه وده كان رأيها على الحزام أول ما شافته. تابعوا معايا الخطوات وإزاي من شوية خرز صغيرين عملت قطعة مميزة وأنيقة من غير تكلفة ولا حتى مجهود. تابعي معايا الفيديو، لو عجبك الفيديو يا ريت ما تنسيش اللايك والشير ودعوة جميلة كده منك في الكومنت. ويلا بينا نبدأ وبسم الله. فيديو النهاردة ازاي نستغل بواقي الخرز عندنا ونعمل بيها فكرة تانية غير فكرة الشنطة السمبوكسات. الفيديو النهاردة هنعمل بيه حزام الخرز اللي هو الحزام الترند اللي طالع اليومين دول. تمام، من بواقي الخرز عندي هنا مقاس 14 خرز سي سي بي ومقاس 8 خرز سي سي بي. اول حاجة هقطع جزء من الخيط 2.5 متر. انا قطعت بزيادة بحيث ان انا يصفي عندي الحزام طوله كام، طول بقى اللي انا عايزاه، مش مرتبطة بطول معين. ممكن الحزام ده يكون لحد رفيع، ممكن يكون لحد مليان شوية. فانا هنا بقى ايه، قطعت 2.5 متر. اول حاجة هضيف خرزة مقاس 14 في طرف، الطرف التاني هضيف فيه 4 خرزات مقاس 8. 1 2 3. والخرزة الرابعة دي اللي هعمل فيها العقدة. تمام اهي، ارجع فيها تاني اهي وهعمل العقدة في الخرزة الرابعة واسحب طرف الخيط التاني واسحب معايا. ولازم ان انا اخلي الخيط كله قد بعضه، اتاكد ان الخيط قد بعضه. اهو تمام، عملنا العقدة اهي وسوينا الخيط قد بعضه. ماشي، الخطوة اللي بعد كده ايه، الطرف اللي جاي جنب الخرزة الكبيرة هضيف فيه خرز صغير. كام؟ هضيف فيه 4 خرزات. 1 2 3. والخرزة الرابعة دي اللي هعمل فيها العقدة. تمام، هعمل فيها الحلقة بتاعتي، هعمل الحلقة بتاعتي اهو. تمام، الطرف التاني هضيف فيه خرزة واحدة كبيرة. يبقى انا طرف بضيف فيه خرزة واحدة كبيرة اللي هي مقاس 14، والطرف التاني بضيف فيه 4 خرزات واقوم جاية عاملة العقدة في الخرزة الرابعة. تمام، اسحب اهو. خلاص كده، اكمل الطرف اللي جاي جنب الخرزة الكبيرة هضيف فيه ايه، 4 خرزات، والطرف اللي جاي جنب الخرزة الصغيرة هضيف فيه ايه، خرزة واحدة كبيرة. انا بعمل ايه، زي عكس حكاس كده، زي ما قلت لكم. الخرزة الطرف اللي جاي جنب الخرزة الصغيرة هضيف فيه خرزة كبيرة، اما الطرف اللي جاي جنب الخرزة الكبيرة فانا هضيف فيه 4 خرزات. 1 2 3. 3 اهم، والرابعة هي اللي انا هعمل فيها الايه، العقدة بتاعتي. العقدة بعملها ازاي، برجع في الخرزة بطرف الخيط تاني، برجع في الخرزة واسحب واقوم جاية واخدة معدية الطرف التاني اهو فيها اهو. تمام كده اهو، زي ما احنا ماشيين. الطرف اللي جاي جنب الخرزة الصغيرة هضيف فيه خرزة كبيرة واركنها اهو. يبقى انا همشي كده عكس عكاس، الطرف اللي جاي جنب الخرزة الصغيرة هضيف فيه خرزة كبيرة، اما الطرف اللي جاي جنب الخرزة الكبيرة هضيف فيه 4 خرزات صغيرين. 1 2 3
4، والخرزة الرابعة دي انا بعمل فيها الايه، العقدة بتاعتي. برجع في طرف الخيط اعمل العقدة واسحب طرف الخيط. تمام، تمام كده اهو. الشكل عمل معايا زي شكل زجزاج اهو. شايفين شكل الحزام؟ اكمل بنفس السطر كده، بنفس اللي انا زي ما انا شغاله كده، لحد ما ايه، ما اخلص الطول اللي انا عايزاه، الطول المناسب للحزام. تمام. هعمل كام عقده او كام خرز زي ما انا اشتغلت، عشان ما اطولش عليكم الفيديو هرجع لكم تاني. انا هنا خلصت الحزام او الطول المناسب اللي انا محتاجاه. برضو هعمل معاكم حلقتين. اول حاجه الطرف اللي هو ناحيه الخرز الصغير هضيف فيه خرزه واحده كبيره زي ما انا وضحت لكم في اول الفيديو، والطرف التاني اللي جنب الخرز الكبيره هضيف فيه 4 خرزات. تمام. انا هعمل معاكم حلقتين الاخر عشان خاطر ايه، نأكد على طريقه الحزام. تمام. تمام. هضيف بقى ال4 خرزات الصغيرين، والخرزه الرابعه هرجع فيها اعمل الحلقه بتاعتي عشان اعمل العقده اللي انا متعوده عليها. تمام كده. عملت الحلقه اهي. اخد طرف الخيط التاني واشد الخيط جامد لحد العقده ما تعدي في قلب الخرزه. تمام. وبنفس الطريقه برضو كده ادي عملت حلقه اهي. هعمل بنفس الطريقه الطرف اللي جنب الخرزه الكبيره هضيف فيها ايه 4، الطرف اللي جنب الخرز الصغير ده هضيف فيه واحده اهي. هبدأ بيها عشان خاطر الخرز اللي بضيف فيه 4 خرزات، الخيط اللي بضيف فيه 4 خرزات بعمل فيه ايه، الحلقة بتاعتي. ادي الطرف التاني اهو هضيف فيه 4 خرزات. تمام كده. وزي ما قلت لكم الحزام ده انا شغالة من بواقي الخرز مقاس 8 ومقاس 14. ادي الثلاث خرزات وادي الخرزة الرابعة هعمل فيها العقدة بتاعتي، الحلقة اهي، واسحب طرف الخيط التاني عشان اعمل العقدة اللي انا شغالة بيها. تمام كده. ادي الحزام كده خلاص. انا كده خلصت الطول المناسب ليا، مش هقيدكم الطول للحزام، انت على حسب ما انت عايزه. تمام. انا كده اكتفيت بالخرز ده. عايزه بقى ايه، في جزء عندي هنا خرزه مقاس 10، اشيل بقى المقاس 14 واشيل الخرز مقاس 8، وعندي شويه خرز كده صغيرين اللي هم مقاس 10. هنا هكمل بمقاس 10. ممكن تكملي بمقاس 8 عادي مفيش مشكله، بس فكرة الحزام المرة دي كانت فيها ال3 انواع الخرز ده. تمام. ادي مقاس 10 برضو بواقي من خرز عندي طرفين الخيط اهم، همسكهم الاتنين مع بعض، امسك الطرفين الاتنين مع بعض. تمام. وهضيف اعدي الخرزة من الطرفين الاتنين مرة واحدة. شايفين كده اهو. عدد الخرزات ده بقى برضو العدد اللي عندك المناسب ليكي، زي ما تحبي الطول الجزء بتاع الحزام في الحزام دي حاجة ترجع لك انت. تمام. مش هأيدك بعدد خرز معين. ماشي. انا هنا ايه هرص الخرز مقاس 10، اعديه ما بين يعني طرفين الخيط اعديهم في قلب الخرز مرة واحدة زي ما انتوا شايفين كده. تمام. الشغل سهل جدا وبسيط، مفيهوش اي تعقيدات ولا اي مقاسات معينة ولا اي حاجة خالص. انت كده ايه، انت شغالة كده براحتك يعني. وزي ما انا قلت لكم هي الفكرة من بواقي خرز، من بواقي خرز
عملت بيهم حزام وبعتيه بمبلغ حلو جدا. وعايزه اقول لكم ان انا في الحزام ده انا شغاله بخرز سي سي بي، لان طبعا الحزام هيتلبس كتير وكده. ف آه، الافضل انه يتعمل بخرز حلو، يعني خرز من نظيف. تمام. عندي بقى هنا ايه شويه دلايات، حبيت اختار منهم واحده. عندي فراشات بجميع الاشكال وجميع الالوان اهي، وعندي برضو شكل ورقه شجر كده، وفي الاخر عندي شنطه. انا هنا فضلت الدلايه تكون بسيطه وما فيهاش الوان عشان ما تقيدش صاحبه الحزام في انها تلبس لبس معين، يعني تبقى تمشي مع مع اي لبس هي لابساه. تمام. عديت الدلايه من ما بين الخرز كده، وهعمل العقده الفها حوالين العقده العاديه. فاهمين ازاي؟ اعمل عقده عاديه عشان اربط فيها الدلايه. وبعد كده بقيه الطرفين الخيط ده مش هقصهم، هعديهم ما بين الخرز عشان ايه؟ تبقى متينه اكتر يعني. تمام. اتوه الخيط ما بين الخرز، يعني اعديه في قلب الخرز تاني اهو، زي ما انتوا شايفين، بحيث ان يكون شغلك منظم ونظيف. اشد اعمل العقده جامد، اثبت عليها عشان ما تهوش يعني. وبعد كده اعدي الخيط تاني، ارجعه تاني في الخرز تاني، عشان زي ما قلت لكم يكون الشغل شكله نظيف وحلو يعني. اهو. الخيط بقى الزياده ده هقصه. تمام. ودي الدلانه اللي انا حطيتها عامله زي شكل شنطه كده. الخيط بقى الزياده ده هقصه. بصوا اهي شكل الدلايه. عندي هنا القفل عارفين انتوا القفل العادي بتاع الانسيال او بتاع السلسله، هثبته برضو او هركبه في طرف من الطرف التاني بتاع الحزام اللي هو مفيهوش دلايه. والقفل ده هو اللي هيحدد المقاس، اللي هي اللي يعني اللي هتلبس الحزام هتشوف بقى هي تحط في انهي حلقه بالظبط من الخرز. وده الشكل النهائي للحزام. يا رب تكون الفكره عجبتكم، ما تنسوش اللايك والشير لو الفيديو عجبكم. وده كان رأي البنوتة العسل صاحبة الحزام. أشكركم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.